السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عندك شوية أجنحة دجاج كده وكوباية لبن، هاتيهم وتعالي اعملي معايا بقى الوصفة الجميلة دي. وصفة حلوة جدا، كريسبي كده ومقرمشة ما شاء الله. تحفة جدا، هتعجبك حبيبة قلبي. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. وزي طبعا ما احنا متعودين مع بعض نبدأ أي فيديو بالبقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله وندخل على الفيديو بتاعنا. معايا هنا كمية كده أجنحة وأكتاف للفراخ، أنا طبعا غسلها كويس جدا وشايلة أي زيادات كده في الجناح ملهاش أي لازمة. ومعايا هنا كمان كوباية حليب، هنزل بيهم كده على أجنحة الدجاج، وكمان زيها كوباية مية. وهتبل بقى الفراخ بتاعتي بشوية توابل كده حلوين جدا. معايا أول حاجة هنا ورق لوري، ومعايا كده بصلاية صغيرة، وأربع فصوص كده حبهان، ومعايا هنا معلقة صغيرة من التوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، وكمان بابريكا، ونص معلقة من بهارات الفراخ، وكمان معايا ربع معلقة كده صغيرة من السبع بهارات، ومعايا فلفل أسمر، ومعايا رشة كده من القرفة، ومعايا طبعا الملح حسب الرغبة. يعني هتزودي ملح كأنك بتعملي شوربة بالمية بالظبط، زي الحليب بالظبط. ومعايا آخر مكون معايا هنا الزعتر الناشف. هبدأ بقى أقلب التوابل بتاعتي ديت وأدوب كده اللبن في الحليب والمية اللي معايا. ولو عندك وقت ممكن تسيبيهم ساعتين تلاتة كده في التتبيلة الجميلة دي، ولو ما عندكش وقت ممكن ترفعيهم على النار على طول زي ما أنا هعمل كده. انا هنا رفعتهم على النار، على نار عالية الاول كده، وبعد اول ما غلوا معايا جيت مهدية عليهم النار شوية. طبعا لكم ان تتخيلوا بقى الريحة كده، ريحة التوابل مع الحليب وطعم الفراخ نفسه ما شاء الله. اول مرة اجربها بالحليب بصراحة، يعني ندمت جدا ان انا يعني ما عملتش الطريقة دي من زمان. معايا هنا اكتاف الفراخ والاجنحة كده استوت، وممكن الوصفة دي ممكن تعمليها بدبابيس الفراخ، بس هي هتحتاج تسوية اكتر. هاخدها بقى اصفيها من الصوص اللي فيها ده، ما عادش لازمني خلاص. ودلوقتي هعمل معاكم الكفر اللي احنا هنغلف بيه الاجنحة الدجاج. معايا هنا كوباية ونص دقيق، وعليهم ربع كوباية من النشا، وهتبلهم كده بشوية توابل خفيفة، نفس التوابل اللي احنا استعملناها مع الفراخ. نزلت كده برشة ملح، ومعايا كمان فلفل اسمر، ومعايا كركم، ومعايا طبعا نص معلقة كده من الثوم البودر والبصل البودر، وكمان بهارات الفراخ. وهاخد معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا كل التوابل دي حبايب قلبي على حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها. واخر حاجة معايا هنزل برشة كده من الزعتر، يعزز لي الطعم كده ويديني نكهة، يعني نكهة وريحة حلوة. خلاص كده الكفر معايا جاهز. معايا هنا طبق طبعا فيه مية كده عادية من الحنفية. هبدأ أبلل الأجنحة طبعا، لأنها أنا بعد ما طلعتها من الصوص اللي كان فيها أو الحليب والمية اللي كانوا فيها فطبعا نشفت. فلو نزلتها في الدقيق كده من غير ما بلها في المية فطبعا الدقيق مش هيمسك عليها. فأنا بنزلها في المية الأول، وبعد كده بنزلها بقى في طبقة الغلاف اللي احنا جهزناها، وبرجعها المية تاني، وبديلها كمان تغليفة كمان بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده.
لو عايزاها كريسبي اكتر ممكن تنزليها في المية والدقيق كذا مرة، بس انا بصراحة استكفيت يعني بمرتين. هخلص الكمية كلها بالطريقة ديت واركنها طبعا لما اخلصها كلها، وبعد كده اشغل البوتاجاز بقى على الزيت. وخلاص حبايبي كده خلصت بقى تغليف الكمية كلها. وطبعا نزلت كده بزيت غزير على النار، واول الزيت جربت يعني بشوية دقيق يعني على بس اشوف الحرارة بتاعته، وهنزل بقى بالاجنحة اللي معايا. طبعا مش هيفرق يعني النار عالية او منخفضة يعني، لان طبعا احنا ضامنين ان الفراخ مستوية. احنا بس لازمنا ان احنا نسوي الغلاف الدقيق طبعا كويس، ونديله اللون الذهبي الجميل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. وطبعا مش هقلب الاجنحة اللي معايا خالص غير لما يعني اشوف كده ان هي احمرت من الاتجاه اللي تحت، ابدأ بقى اقلبها كده بالراحة علشان الغلاف ما يفكش معايا. خلاص كده اخدت اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى اطلعها على اي شبكة عندي او على طبق كده عليه مناديل مطبخ، بس انا فضلت ان انا اطلعها على شبكة علشان تصفي الزيت اللي فيها وتنشف كده من كل اتجاه. هنزل بقى ببقية الكمية اللي معايا، ولما اطلعها هحطها برضو على نفس الشبكة. لونها حلو جدا ومقرمشة ومش شاربة زيت خالص، وطعمها بصراحة تحفة. يعني انا ندمت ان انا ما استعملتش الحليب من زمان مع الفراخ. ما شاء الله مستوية من جوه ومقرمشة كمان، وطعمها جميل جدا. اتمنى تجربوها حبايب قلبي، واتمنى اللي يشوف قناتي لاول مرة ما ينسيش يدعمني بلايك للفيديو واشتراك للقناة، ويفعل زر الجرس ابو حواجب علشان يوصله كل فيديو جديد بنزله. وبكده انتهى الفيديو بتاعنا حبايب قلبي، اتمنى يكون عجبكم. ما تن... احبكم كتير كتير قد البحر وسمكاته. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع قناة طبخة خفيفة. اسيبكم بقى على خير، مع السلامة.